ابو دم خفيف ابو دم خفيف. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم والله أكرم، ويا رب دايما مصر تبقى بخير وأمان وسلام. البرنامج ده عبارة عن دفتر أحوال الشارع المصري في الشهور الأخيرة. عديت على المصريين في كل مكان واتكلمنا عن أحوال بلدنا، عن مصر اللي كانوا عايزينها محبوسة، بس بفضل الله هتفضل محروسة. تعالوا معايا نشوف المصريين قالوا إيه، ونشوف خفة دمهم. ولا اقول لكم والله ما حد قايم من مطرحه، انا اجي لكم لغايه عندكم، انا جاي. ازيك يا استاذ؟ اهلا. ايه كويس ان انت جيت. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ ماشي الحال الحمد لله. ايه ده ما شاء الله، ده ايه ده، موتوسيكل ولا مكنه ولا ايه ولا عربيه؟ والله عقبال امالتك، انا كان معايا عربيه بس بعد الاخوان ما مسكوا البلد بقى معايا موتوسيكل الحمد لله، يعني بفضل مكتب الارشاد والاخوان. ايه اللي جاب الاخوان والارشاد؟ ما هم الاخوان من العربيات ركبونا موتوسيكلات. ايوه بس ده موتوسيكل جامد يعني ما شاء الله. ماشي، ما موتوسيكل جامد بس يعني كسبته كده. معاك حاجه جامده ثانيه ولا ايه؟ وحياتك عندي كان معايا عربيه. يعني انت يعني كنت راكب عربيه وبعدين اتقلوظت بقى. ده ايه؟ موتوسيكل جامد وبعدين اتقلوظت بقى عقبال امالتك كده موتوسيكل كده. بالنسبه للاهداف الثوره اللي انت شفتها، العيش، حريه، عداله اجتماعيه، فين العيش وفين الحريه؟ العيش يعني ايه؟ اتكلم عن العيش هو والحريه فين والعداله. العيش؟ عايز كل واحد يبقى ليه 3 رغيفه وكل واحد يبقى انا لما اعزم لما اعزم القصاص اللي هم للشهداء، الناس اللي هم ولادها راتب قصاص. وبعدين انت بتحكم على واحد قاعد في السجن دلوقتي بالقصاص عشان خاطر الناس اللي ماتت في قصاص عشان الناس. هي الثوره لما 25 يناير يوم 28 يناير في ناس ماتت، مذبحه بتاعت الجمل. القصاص عشان الناس. احنا عايزين القصاص العادل. انت مالك؟ انت متوتر ليه؟ انا متوتر عشان قرفان من البلد دي وزعلان منها والله. طيب يعني انت عندك فيها شيء؟ انا جيت في يوم من الايام قلت انا ممكن القصاص ما انا نختمها. انا قلبت الصوره اهي. قلبت ايه؟ قلبت صوره محمد مرسي. ليه؟ لان كنت مديله اسمي وولادي وكله. يعني انت انتخبته؟ انا انتخبته. وبعدين حصل لك ايه؟ والعيله عندي كلها انتخبته. طب يعني ولو جت مره ثانيه هتنتخب الاخوان؟ لا مش هنتخب اخوان اللي ما شفتش حاجه منهم. القصاص. مالك انت متوتر ليه؟ استاذ زي ايه؟ انا عماد. استاذ عماد؟ استاذ عماد بتشتغل ايه حضرتك؟ في المقاولات. اخبار بس قاعد بقالي سنه. مفيش مقاولات؟ مفيش بيوت تاخدها تبدا وتبنيها، الناس خايفه مفيش بيع. هتبني وتبيع لمين وتشتري لمين وتبيع لمين؟ يعني رغم ان انت ظروفك احسن من غيرك لكن انت بتشتكي تعبان. وتعبان. انا بقول لحضرتك انا بعت العربيه وماشي بموتوسيكل اهو. فما بالك بقى بالناس اللي هي يعني تعبانه جدا؟ الناس اللي تعبانه دي لا ربنا. ممكن اركب وراك شويه كده؟ اتفضل يا استاذ. اتفضل اركب يا استاذ. اركب وراك؟ اركب والله. مفيش مسؤوليه؟ مفيش اي مسؤوليه ولا اي حاجه خالص، ونلففك اسكندريه. يعني انت مش عايز تاخد اذن من اي حد؟ ولا حتى من اي حد، الاذن من العز ومولى عز وجل. والله شكلك خايف من مكتب الارشاد. مين؟ اقسم برب انا علني بص ومشهور في اسكندريه وبمكانتي معروف، ولا مكتب ارشاد ولا مكتب بدنجان كمان. ده انت ضيعت نفسك والله العظيم. اللي ربك عايزه هو اللي هيكون. على العموم ربنا معاك ووفقك اتفضل يا استاذ اطلع ما يهمكش اي حاجه. يلا يا رجاله، يلا ما تقلقش. كده وبتاع. قلبتها عشان زعلان. انا لا عارف، بقول لك عيالي لا عارفه تشتغل ولا عارفه تتجوز حتى. يعني هم عياله مش شغالين، هم عياله ما بياكلوش، هو عياله مش زي عيالي. مش احنا مسلمين زي بعض؟ زي ما تحب لنفسك حب لاخيك. ما تاكلوش التورته كلها مره واحده، يعني ادونا حتى طراطيف التورته. لو لقيت شغل لعيالي هتني وراه لو هو حتى بيعمل ايه. لا مش هخليها. لا خليها يا جمال. لما عيالي تشتغلوا ويلاقوا شغل يا جمال عشان خاطري بس. اديني حاططها استبن اهي. لقيت البلد اتعدلت وانا لقيت نفسي في البلد ديت هعدلها. انت عايزه تقولي ايه بقى لمؤسسه الرئاسه؟ يسكت حكم المرشد. ايه؟ يسكت حكم المرشد. قولي لي جوجو. يسكت حكم المرشد. ايه؟ يسكت حكم المرشد. ليه يا حبيبتي ليه؟ ما ايه عايزه مرسي؟ لا. انت انتخبت مرسي؟ لا. ليه كده؟
انت ايه رايك في الراجل اللي ضرب الست قدام مقر الاخوان المسلمين؟ لا ده راجل مش محترم، ما عندوش نخوه. مش كده؟ فين النخوه المصريه؟ لا لا لا، طب هقول لك على حاجه. هو لو جه واحد هنا دلوقتي، لو هو هيركل ويمد ايده على ست في الشارع ولا بنت في الشارع، هيتساب في الحي الشعبي ده، هيتساب والله يتقطع بجد. عيب. كان عندك امل ان احنا القاطره تتحط على القضبان بالظبط. الوقت اللي احنا بندور على القاطره وبندور على القضبان بالظبط. يعني احنا كنا بنقول يعني المفروض دي المرحله الانتقاميه اللي هي بتخرجنا من الحاله اللي احنا فيها، صح؟ بالظبط. المرحله الايه؟ الانتقاميه. الانتقاميه؟ لا لا، انتقاميه ولا انتقاليه؟ انت قلت الانتقاميه على فكره. انا قلت انتقاميه؟ يبقى ده الاحساس مع ان انا كنت قاصد ان انا اقول المرحله الانتقاميه. انتقاميه برضه. طب احنا رايحين على فين بقى؟ ما تعرفيش؟ يعني والنبي تقول لنا عشان انا عايز تعرف. والنبي ربنا يخليك. بص، احنا لو حد فينا عارف احنا رايحين على فين يقول لي تاني. ليه انت مع حمله تمرد؟ طبعا. انت مضيتي؟ طبعا مضيت. طبعا على التمرد. مش عايزاه. سحب الثقه من الرئيس. انا ما اديتهوش الثقه اساسا عشان اسحبها. انت متجوزه ولا سحبت الثقه من جوزك؟ لا الثقه مع جوزي لسه. مع جوزك لسه لكن انت سحبت الثقه من الرئيس. انا ما اديتهالوش في الاساس. بندور على القاطره وبندور على القضبان. الانتقاميه. مشروع النهضه انت شايفه ايه؟ هي فين النهضة؟ مفيش نهضة. فين النهضة؟ اسكندرية دلوقتي مفيش نهضة فيها؟ فين؟ الزبالة حضرتك في كل مكان موجودة. الزبالة حضرتك في كل مكان. يعني الواحد ينفع يقول له الزبالة حضرتك؟ لا الزبالة حضرتك. الزبالة في كل مكان موجودة. الزبالة في كل مكان. في الأماكن العشوائية، في الأماكن الهاي، في الأماكن الكلاس، يعني كل الزبالة موجودة الحمد لله. موجود. مطمنين إن الزبالة موجودة. الحمد لله. والأمن مش موجود، يعني في حاجة بتبقى موجودة وحاجة مش موجودة. ما برضه يعني بس ده هو كل السيء هو اللي موجود. مش هم قالوا إن احنا إلى القدس شهداء بالملايين؟ تمام. ما راحوش ليه القدس؟ ولا هم مأجلين الشهداء شوية لغاية ما الانتخابات ما تحصل وبعدين بعد كده يبعتوا شهداء اكتر من كده. كل يوم والتاني بيموت شهداء في مصر. مش ده انجازات الرئيس مرسي ايه؟ من ضمن الانجازات ان هم ايه؟ شهداء. انا زعلان على البلد دي بجد والله. عيب لما اكون راجل مصري واقول انا ما بحبش البلد دي. عيب. يعني انت فعلا ما بتحبش البلد دي؟ ما هو انا شايف منها حاجه. مين؟ انا شايف منها حاجه. ده اللي جه على قد اللي رايح ومش قد اللي رايح كمان. لا بس مصر طول عمرها حاجه طال مصر فول. طب ما انا عايشين بالفول. محمد مرسي بياكل بالفول والناس اللي حوالين منه الحشره منه بياكلوا الفول. طول عمرها مش عايز على عدس ولا على رجليس. هو فين احنا شايفين الحاجات دلوقتي؟ النهارده كيلو عدس بكام عند العلاف؟ لا عدس. انا بقول لك هل ده مش على طعم الادمي قوي؟ انت قلت ممكن انت قلت ايه دلوقتي؟ انا بقول لك هل الطعم بالنسبه للناس هل ده طعم يعني طعمه كطعم يعني لا مفيش طعم لاي اكل. مش كله كماوي. مش كماوي والله ما في اي حاجه دلوقتي. وده بيسلك لحاجه كلها كماوي. ما احنا جالنا وجع القلب والظهر مش ده بيسبب في الاخر احساسك بالسوكوبولوس التراكمي ده يؤدي طبعا السوكوبولوس التراكمي بتحس ان هو خلاص جاي بقى مقبل علينا. ما لازم نعمل حسابنا بقى على السوكوبولوس جاي. السوكوبولوس تراكمي. الا السوكوبولوس ده مش كده؟ الا السوكوبولوس ده. خد بالك. لا انا اهو. انت عامل حسابك على السوكوبولوس؟ انا عامل معايا مفتاح السوكوبولوس. عندي مفتاح السوكوبولوس هنا. طب ايه هو السوكوبولوس فراي؟ طب قول لي انت ايه هو السوكوبولوس وانا اقول لك. صدقني لو عارف كنت قلت لك. وانا برضه لو عارف انت عامل حسابك على السوكوبولوس؟ عندي مفتاح السوكوبولوس. ايه هو السوكوبولوس؟ لو عارف كنت قلت لك. ايه انجازات الرئيس عشان نعرف اذا كان يعني هيكمل ولا لا؟ انا نفسي بصراحه كنت بدور على الكتاب اللي هو كان بيقول فيه انجازاته دي بس هو تقريبا خلص من السوق. ابنه ايه؟ الكتاب اللي هو الانجازات اللي هو كان نزله السوق خلص من السوق تقريبا. هو اشترى كل النسخ. ليه مش بيقول لك ابنه الحمد لله ما وصلش ل 90%؟ ما زادش عن 90%؟ اللي هو مع الجنسيه الامريكيه مش كده؟ ابنه ما وصلش 90%. تفتكري ليه؟ هل ده سببه ان مؤسسه الرئاسه تدخلت وزورت في الولد اللي هو كان هيجيب 100% وخلته 90%؟ يعني هو الولد ولا واحد من قطر شربه حاجه كده عشان دواخه يوم الامتحان؟ لا ولا تلاقي حمدين صباحي هو السبب. ربنا يورينا فيه يوم في شهر بسنه حمدين صباحي ده اللي في كل حاجه جاي. صح كده. مش كده؟ صح. حمدين كلهم. البلد ايه؟ لا كلهم. عمرو موسى؟ لا عمرو موسى محترم. ابو الغار. الانجازات اللي في كل حاجه جاي. صح كده. اسم ايه؟ مصطفى بتشتغل ايه يا مصطفى؟ انا نجار.
نجار. مالك يا مصطفى؟ انا حاسس كده ان انت مش من احوال البلد مخنوقه زي ما انت شايف كده، واخد بال حضرتك، وما بنشتغلش زي الاول. يعني الاول كنا بنشتغل وبنكسب، النهارده ما بنكسبش. ازاي بقى النجار اللي دلوقتي بيضحك الاول نور؟ النجار يعني الاول كنا بنكسب. ليه بقى؟ واخد بالك عشان كان في شغل وكان في حركه. ده الا النجاره يا عم مصطفى. لكن دلوقتي لا فيش شغل ولا حركه. انت النهارده دي لازم تكرر بالنسبه للنجاره والشغل اكيد يعني. اصل الارزاق دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. النهارده واخد بالك الرزق مش زي الاول خالص. طب انت عاوز رايك بقى يا عم في الراجل اللي ضرب البنت السيده المحترمه اللي ضربت قدام مقر الاخوان، انت ايه رايك؟ في المقاطعه حصل ده راجل مش محترم. مين ده؟ هو اللي ضربها. ليه بقى؟ عشان مش محترم، ما ترباش. لا مش عاوزين نشتم، احنا عاوزين ايه؟ راجل مش كويس. ايوه راجل مش متربي. يعني هو لو عمل الحته دي مثلا واخد بالك في حته بلدي كان اتقطع. لو هو وراه الدنيا كلها. مش كده؟ ايوه. يعني النخوه المصريه لسه موجوده؟ لسه في رجوله. مش كده؟ ايوه. لسه في رجوله. ما ينفعش. ما ينفعش البلد دي بلد واخد بالك مش عارف فيها ايه. الحلو خلى الوحش حلو. ايوه يا عم. والناس اللي ما بتفهمش وتروح داخله في اللي فاهم تخلوه ما يفهمش. ما هو ده اللي كل واحد واخد بالك بيتكلم واخد بالك حضرتك بيفهم، ما بيفهمش بيرغي. يعني انت فاهم تروح داخل على الناس اللي مش فاهمه تلاقي اللي مش فاهم واللي مش فاهم لا هي واخد بال حضرتك، ما هي في ناس ما بتفهمش بتحب ترغي. يعني انت معترض على هذا الرجل؟ ايوه طبعا. يعني انت لو شفته تعمل فيه ايه؟ ولا هعمل له حاجه الله يسهله. الله، امال قعدت تقول لي لو هو هنا كانت هعمل. انا بتكلم على اللي ضرب البيت. انا بتكلم على ضرب البيت. امسكه موته. ده تقتله. اقتله. بالشبشب ولا تعمل له لا شبشب ايه ده؟ خساره في الشبشب. والله ولع فيه. انت عايزه تقول ايه في النهايه؟ الملخص بتاعك. الملخص بتاعي انا ويحيى نقوله مع بعض. يلا قول يا يحيى. يلا الملخص عايز تقول ايه يا يحيى؟ يسقط حكم المرشد. قول تاني كده. يسقط حكم المرشد. صوت عالي. يسقط حكم المرشد. انت عايزه تقول يسقط حكم المرشد؟ طبعا يسقط حكم المرشد، واحنا مش عايزين مرشد، ومصر مش محتاجه مرشد. احنا ما انتخبناش مرشد ومش عايزين. بتقولي ايه يا حبيبتي؟ عايزه ايه تقول؟ ولا عايزين مرسي ولا عايزين مرشد ولا عايزين الاخوان اساسا يعني. تعالي هنا، تعالي. بنت مين في مصر؟ تعالي هنا. تعالي هنا. اسمك ايه؟ نور. الانقاذ انت ايه؟ اسمك ايه؟ نور. انت شايفه ايه يا نور؟ يعني البلد رايحه على فين؟ لا مش رايحه، مش باين حاجه خالص. انت عايزه مين؟ عاوزه تقولي ايه للمسؤولين هنا؟ مش عايزين مرسي، عايزين يشيلوه. انت مش فين؟ ومش عايزين المرشد يكون محكم رأيه على مرسي، ومش عايزين مرسي من اساسه. يعني انت مش عايزه المرشد يحكم رأيه على مرسي؟ ومش عايزه مرسي ياخد رأيه من المرشد؟ مش عايزين اخوان اساسا خالص يعني. خالص؟ ليه مش الحمد لله بيقولوا لك حاجه ويعملوا عكسها؟ زعلان ليه؟ ما هم بيلعبوا معاك اهو، يقول لك بصي هنعمل كذا ويروحوا عاملين الناحيه الثانيه. صح. اسم حضرتك ايه؟ اسمي حنان محب. حنان محب؟ ايوه. حضرتك مسيحيه؟ لا مسلمه الحمد لله. يعني مسيحيه ولابسه نقاب. والله يعني هو المسلمين هم اللي بيلبسوا نقاب؟ ايوه المسلمين بيلبسوا نقاب. مش المسيحيين. اسمك ايه؟ اسمي يوسف تامر سعد. يوسف تامر سعد؟ ايوه. ده مسيحي برضه؟ لا مسلم. ايوه مسلم. انت شايفه ان في فرق بين مسيحي ومسلم؟ لا. انت ايه رايك في اللي بيحصل يا حنان؟ من ساعه اللي اسمه مرسي ده ما مسك البلد مفيش جديد. ايه الجديد اللي فيها؟ يعني مرسي ما عملش حاجه؟ لا ما عملش. عمل لك ايه؟ المواطنين كلهم اللي هم قاعدين على القهاوي اللي معاهم دبلومات ومعاهم حاجات كبيره، دخلوا شركات وتوظفوا ومعاهم فلوس. في ناس كتير قوي تخش العشوائيات. انت حضرتك طبعا مصري وعارف العشوائيات، ناس نايمه في صفايح، ناس نايمه في القرف، ما يرضيش ربنا. انا واحده من الناس، جوزي معاه دبلون وقاعد يا دوبك شغال باليوميه. انت انتخبت مين؟ ما انتخبتوش وما رضيتش انتخب. انت ما انتخبتيش مرسي؟ ما انتخبتوش. انتخبوا ليه؟ والله انتخبوا ليه؟ مع انك منقبه يعني. ماشي، هي المنقبه عشان ابقى تبع محمد مرسي؟ لا ما ابقاش تبع مرسي. امال ايه؟ دي بتيجي حاجه من عند ربنا. هو محمد مرسي ده اللي قال البس النقاب؟ لا، انا البركه بعد ربنا في جوزي. انا واحده من الناس جايه النهارده علشان اكشف على ابني هنا في بتاعه القلب، وما حدش واقف معايا. كان حسني بقى بيوقف الناس كلها، كان في فلوس، كان في ناس خايفه على بعضها، كان في كل حاجه حلوه. يعني انت لو قدامك مرسي
وشفيق هتنتخب مين؟ والله ولا انتخبتش اي حد. يبقى انت من حزب الكنبه. وانا ده انا من حزب مش الكنبه، ده انا حزب حته الطوبه اللي على الارض اللي بيشيدوها الناس. يعني حزب الارض خالص؟ ايوه مفيش كنبه؟ مفيش حتى، مفيش حصيره. حزب الحصيره احنا مش لاقيين. مصر اتغيرت؟ بس من بعد حسني اتبهدلت بعد حسني. اتبهدلت. حسني تحيا حسني. يعني لا عاوزين نقول ان حسني كان برضو له اخطائه، لكن والثوره شيء كويس، بس احنا ما عرفناش نطور الثوره. البلد كلها بتعمل حاجات حلوه الا احنا. الثوره اتخذت. قولي لي كده، انا ما طلعت قوليها. ماشي. هتقولي يلا. قولي انا ما طلعتلكيش. قولي كده. قوليها كده. قولي يا حنان. مش عارف اقولها ازاي. انا ما طلعتلكيش. قوليها كده. اقول كده؟ اقول انا ما طلعلكيش. ما طلعش. لا ما تخليش الصاد تيجي مع السين بس، وهي هتمشي وتبقى زي الفل. اقول ايه؟ انا ما طلعتلكيش. انا ما طلعلك. شوفي السين دخلت في الصاد. هيتلكك لنا هنتلكك له، ما يتلكك لناش ما نتلككلوش. قولي. هيتلكك لنا هنتلكك له، مش هيتلكك لنا مش هنتلكك له. لا ما قلتش كده. هيتلكك لنا هنتلكك له، ما يتلكك لناش ما نتلككلوش. هيتلكك لنا هنتلكك له. ده المرسي ده على مرسي برضه ولا ايه؟ ما يتلكك لناش ما نتلككلوش. لا مش عارف انت ايه هي؟ ما يتلكك لناش ما يتلكك لناش. يلا ما نتلككلوش. ما انت لما تشوف واحده كده واتاخرت عليك شويه هتقول لها ايه؟ في ايه يعني؟ يعني انت منتظر المدام مثلا بتاعتك وانت واقف كده مستنيها. ايوه. هتتضايق؟ طبعا هزعل. اتاخرت عليا. هتضربها؟ لا ليه يعني؟ يعني بالجواز عربجي مش كده؟ الست واخد بالك كرامتها من كرامتك. قول لها على الاقل انا ما بطلعلكيش، مش كده؟ لا طبعا. انا ايه؟ ما بطلعلكيش. ايه؟ قول لها ايه؟ انا ما بطلعلكيش. انا ما بطلعلكيش. لا انا ايه؟ مش عايزه تيجي. هي مين؟ المدام؟ لا الكلمه.